السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم كسكسو بالقديد والكرداس كيجي أكثر من رائع، كنتمنى تجربوه. ما تنسونيش من الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتعليقاتكم الزوينة اللي كتحفزني وكتخليني مستمرة معكم. غادي ندوز معكم المكونات. هنا عندي كمية من القديد والكرداس، ممكن تفزقوه في الليل او لا تغليوه مزيان في الماء وتحيد تبدلوا ليه الماء 2 المرات حتى كتحيد منه ديك الملوحة. صافي غادي نضيف الربيع وبصلة مشلضة على حساب الكمية اللي عندكم. بالنسبة للزيت عندي هنا نصف كأس ديال العنبة زيت المائدة وربع ديال زيت العود. صافي غادي نضيف معلقة صغيرة ديال السكينجبير ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم مع نصف معلقة ديال الابزار. الملح ما نكتروش على حساب الذوق. عندي ضامة ديال السمن وضامة الزعفران، الا توفر السمن يكون احسن. غادي نضيف شوية ديال الماء وغادي نديها تقلى. صافي غادي نضيف واحد 2 حبات محكوكين ديال الطماطم وغادي نخليها تقلى. هنا بالنسبه للخضار عندي الخضره العاديه ديال الكسكسو، عندي الجزر، عندي اللفت، عندي القرع الاخضر، القرعه حمراء وليشو، وكيبقى لكم الاختيار في الخضر. هنا انا ما كثرتش اللفت على حساب الدراري. صافي غادي ندير هاد 2 حبات هنا مع الكرداس وغادي نسد عليهم في طنجره الضغط لان كيشد الطياب، داكشي علاش درت في طنجره ديال الضغط. غادي نمرق بالماء غليان صافي وغادي نسد عليه وغادي ندوزو نحضروا كسكسو. هنا عندي كيلو الا ربع ديال السميده اللي ضفت عليه كميه من زيت المائده وغادي نلبس كامله السميده بهذاك الزيت. طريقه مفهومه لتوضيح لبعض المبتدئات، سبق لي وشاركت معكم الطريقه ديالي ديال الكسكسو. صافي غادي نديه فور مباشره ونعاود نتلاقى معكم. هنا بعد ما فار الفوره الاولى حاولوا ما تكتروش الماء في الفوره الاولى باش ما يتعجنش ليكم، ديروا غير القياس كميه قليله. صافي كتبقاو ترشوا بحال هكا وتفكوه. انا هنا كنفتل، غادي نفتلها غير مع بعضياتها كما كتلاحظوا. صافي هنا غادي نغطي عليه ونخليه واحد 5 دقائق تشرب وغادي نعاود نديه فور الفوره الثانيه. هنا راه فار الفوره الثانيه، غادي نضيف ليه شويه ديال الملحه فقط حسب الذوق وغادي نبدا نرش بالماء وانا كنحل في كسكسو كما كتلاحظوا في الصوره. غادي نغطي عليه وغادي ندوز معكم للطنجره. هنا طاب ليا نص طيبه، غادي نضيف عليه الجزر وليشو وغادي نضيف الماء الكافي اللي غادي طيب ليا فيه الخضره. هنا ضفت واحد الحبه ديال البطاطا للدراري. صافي وغادي نسد مره اخرى وغادي ندوز ندي كسكسو يفور الفوره الاخيره. بعد ما ديت كسكسو يفور الفوره الاخيره هنا غادي نضيف بعد ما طابوا لي الخضر الاخرين غادي نضيف القرعه وغادي نزيد نمرق ونعاود نسد. صافي هنا طابت ليا الخضيره والمريقه كما كتلاحظوا بدات كتختار. صافي غادي نطفي عليها ونتلاقاو في طبق التقديم. هنا بعد ما فار ليا الفوره الاخيره راني حليته بشويه ديال الزبده، ممكن تحلوه بالسمن اللي كيعجبو المذاق ديال السمن.
صافي وكنقدموه بالصحة والراحة. ما تنساونيش من الاشتراك. دمتم في رعاية الله.